السلام عليكم. السلام عليكم. هلا نور. نور، شو ما صعدتي؟ سويت لك دعوة. نور، آه، اصعدي. نوركم عيني. آه، نور، سوي. هلا ونور، يا هلا. أهلين مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وعيني، شلونك؟ زين الحمد لله، أنت شلونك؟ والله اسأل عنك، انتي شلونك؟ يا هلا معلمتنا، احنا اليوم ننتظر الدرس. بعد حتى أنا محضرة الدفتر ترى مالتي. باش نبدي شنو يعني أول شي الأحرف شنو تقترحي؟ يعني هسه إذا نبلش بالأحرف أول شي أحسن، لأنه مثلا من تقولون كلمة الكلمة تقولوها صح، بس هي أكو الأحرف مالتها تختلف. يلا ماكو إشكال. خلي بس البنات يشوف شو يقولون يعني، يوافقون على هالشي. أتصور الكل يعني قسم منهم ما يعرفون أصلا الأحرف. ماشي، خلي بلشي. انتي تقدرين تثبتين الأحرف بالشاشة؟ الأحرف أقدر أكتبها. اي، لأنه هم مثلا هسه شلون حيعرفون الأحرف إذا ماكو تثبيت بالشاشة؟ وين هاي شو اسمه السبورة صغيرة؟ سبورة صغيرة وينها؟ هنا كانت حياتي. هسه إذا هاي أكتبها هنا على السبورة وأشرح لفظها واحد واحد. تمام، ماكو إشكال.
عشان نكتب فيه باينة؟ اي باينة. عاشت بس يعني. يعني أكثر الأحرف هسه نفس الشيء، أنا كتبت بس كم واحد إذا هاي مبينة. بس يعني أكثر الأحرف هي نفسها، بس أكو أحرف مثلا التشا أو المشقة. هاي الأحرف مثلا المشقة بالكلمة ما يلفظ تمام. يعني آه. هسه الأي الأي أكثر كلمات بها الأي، ويعني من يلفظوها أكو بها مرات يحطون أي بس هيك يصير يعني أي وفوقه هيك مثل المثلث. هاي نعم. يغير الكلمة شوية. نعم. مثلا تصير إلا. بكلمة إلا هيك يصير الحرف الأي. ومثلا ألي يعني طالعة بالعكس. يعني مثل الشيء طالعة بالعكس هي، يعني طالعة الأحرف طالعة. اكتبيها بفرق. اكتبيها من جهة اليمنى لليسار تمام. حتى أو تظهر هم راح اكتبيها حرف واخرجي بالصورة. اكتبها من هاي الجهة. من هاي الجهة. هذا هيك. هذا شلون تكتبيه بالمرة؟ شنو؟ ستيتش لازم يصير صدق هيك. لو صار هيك يعني هذا صار هيك. س ج ف هيك يعني هيك ج مشقة. هسه اي نعم. اي هو الاي الاي اللي فوقه شخطة. الاي اللي فوقه هيك مثل مثلث يصير كأنه شدة. مثلا كلمة إلا هيك مثل الشدة بيها مثلا. بس كلمة ألي بدون هو هذا تنكتب أي عادي. اي نعم. يعني هذا وهذا فرق يصير شوية. الباء هو نفسه يعني. نعم. الباء ما ينطي اختلاف للجملة. مثلا أبلة مثلا. شلون احنا نقول تجديد الحرف؟ أي أو همزة يمكن. أي والجاء والجاء همين يعني ما يسوي فرق للحرف مثلا. بس الجاء مثلا بالعربي جيم، بس هو هنا نجي مثلا آجيل. لو يعني همين أكثر الكلمات موجود. والتشا هو نفسه، بس أكو بعضهم يلفظون تشا مختلف. بس هو مثلا أتشك مثلا شاي مثلا. بس هو أصعب شيء هو المشقة. اي نعم. أصعب شيء بيهم. هو اليوم الشقة اصلا ما يلفظ، احنا نربط بين الكلمات بين الأحرف. هو هم موجود بالكلمة بس ما يلفظ. بس هيك يخلي الكلمة يسويها ثقيلة. مثلا ديار بها يمشقة، بس ديار ما بها يمشقة. نعم. مثلا شو بعد؟ جيم. والجا همين ما بيختلف. هو الجا يعني قليل كلمات بها جا. مثلا جنال جول. يعني الجا هو ما يسوي اختلاف للكلمة. بس اللي مشقة يخلي الكلمة تصير ثقيلة. نعم. والآ أكو بيهم يخربطون بين الآ والإي. نعم. أكو بيهم يخربطون بين الآ والإي. مثلا إلى بالإي، ولار مثلا بالآ. فدائما يخربطون بين هاي الحرفين. وأكثر الأحرف قولي إنه هذا إيه وهذا إيه، يعني مو مثل الإنجليزي. يعني بالإنجليزي هو هذا إي بس هو هنا آ. وهذا بالعربي إي أي بالتركي إي. بس أصعب الأحرف الأربعة هي حتى بالتركي يعني دائما يخربطون بيها حتى الأتراك. الأو والأو
الأحرف الأربعة اللي بها النقاط. طلعت بالمقلوب. نعم المنقطة. المنقطة. هسه الأو والأو هذا مثل الإنجليزي لفظه، بس هذا لا ويا كأنه حرف ثاني أو يصير كأنه أكو فشي بنهايته شي فشي يوقف أو. والأو هذا أو عادي مثل العربي اللفظ مثل الأو العادي. نعم. والأو أو. المنقطة الخفيف، وهاي ما منقطة الثقيل. اي هسه هاي هذين بيناتهم بين فرق شوية، فلهذا دائما يخربطون بيهم. هسه هذا او هذا هذا او، يعني هذا كأنه بنهايته همزة، بس هذا كأنه بنهايته فشي يوقف الكلمة. كان ريتمان. الأوريتمان الأو وبعدين تجي مشقة من وبعدين مشقة، يعني بهيج بهاي الأحرف أكثرهن وراهن تجي مشقة، لأنه هي تخلي الجملة ثقيلة، وهمين المشقة همين لأنه هو هم ثقيل فهمين يسوي الجملة ثقيلة. نعم. وباقي الأحرف يعني نفس لفظها. شنو صغيرة؟ الأحرف كلها اكتبيها بالأكل. هو هيك بس لا بلا انت بتكتبي. اكتبيها بالمقلوب. اي هاي كتبتها صح. اكتبيها بالمقلوب حتى تطلع بالكاميرا صحيح. عليكم السلام عيني كلياتكم. إن شاء الله يعجبكم درس اليوم. احنا بعدنا يعني مبتدئين ترى. شجع ما ويدش عيني. لا كلها اكتبيها لازم بالمقلوب. تبي شيء بس صح شيء بالمقلوب. هذه ايش ديريها؟ شوية كاميرتك مغوشة نور. ماشي. هسه ما في شوية يعني أحسن. ايه هي الأحرف لا تسوون لايكات لأنه يقطع البث عيني. هي الأحرف الصعبة هي شرحتها، والبقية نفسها يعني ما تغير الكلمة، هي لفظها عادي. نعم. بس هي هاي الأحرف اللي شرحت هي كانت تخربط الكلمات تسويها شوي صعبة. نعم. هسه احنا بلشينا. إذا يعني اكتفيتي بالأحرف بلشينا يعني مثلا احنا أول شي نبدي السلام، يعني مثلا من أحد يسلم، من يسألوك مثلا أنت من أي بلد، أنت هاي كل هاي الأسئلة اللي متعارف إنه يسألونا عليها. نعم. يعني أني قبل ما أسوي أو قبل ما أطبع البث أني همين فكرت هيجي إنه أسوي فيديو، إنه مثلا من أحد من تطلعي مثلا بالشارع وتسلمين على أحد وشلون أسوي المحادثة، قلت أسوي هيك فيديو همين مفيد وهمين أشرحه هنا. هو احنا الشيء اللي نريده
يعني مثلا هي كثير اكو معاهد الكتابة، مثلا القواعد، الناس ما دا تريد قواعد، الناس تريد مثلا هي دا تريد تروح تشتغل، تريد تعرف شلون تحكي، شلون تتكلم مع الناس، شلون تتعامل وياهم مثلا إذا تروح للسوق. مو إحنا ما نريد قواعد، إحنا دخلنا أكثر من معهد وكثير ناس دخلت أكثر من معهد ما قدمت لها شيء، إنه ما طلعت تحكي تتكلم ويا الأتراك بكل طلاقة. فإحنا هو أني همين يعني دخلت إيش كم معهد، يعني ما فادتني، بس كانت عندي صديقتي ضلينا نحكي وياها فتعلمت. يعني المعاهد ما شوي ما تفيد يعني. اي نعم. المهم هسه احنا بيش نبلش ان شاء الله، بيش نبدي. اول شي السلام عليكم. أول شيء أكو بيوم راتين يقولون السلام عليكم، بس هما بالسلام عليكم أكو قبل الحرف الأخير أكو حرف الأو، اي فيقولون هم ما سلام. يقولون سلام عليكم مثلنا، سلام يعني غير شكل. إيه، سلام عليكم، كم اي نعم. آخر شيء يقولوها بحرف الأو، لأن هذا الأو هو يعني هيك يدوس الكلمة، فلهذا يقول سلام عليكم. اي نعم. آه هم بالجواب مالته عليكم سلام. عليكم السلام. أول عليكم سلام. مثلا خلينا نبلش مثلا بالكلمات البسيطة، مثلا اسمنا. مثلا إذا أحد يريد يسأل عن اسم، ايه اسمنا. اسمنا. آه نعم. لو مثلا إذا أكثر من شخص، اسمنزنا. مثلا جمع. شنو بالجمع. مثلا من وين أنت، نرى لسن. أو إذا بالجمع نرى لسنز. نعم. سيز انتو. سيز. سان انت. نعم. ومثلا مثلا دائما هاي بالأسواق دائما أشوفها. دائما مثلا من يريدون شيء استيورم، أريد. اريد كلمة استميورون ما اريد. استيورم ما أريد. مثلا شلون كلمة نرى لسن. من وين أنت، نرى لسنز نيرلسن. من اي وين. اي اني هاي هواية اسمعها يعني وهمينا الناس يعني اكيد يقولوا لهم هي هاي الكلمة حتى يعرفون شنو معناتها. وبالجواب أكثرهم هم يقولون بس مثلا عراق، أو عراق سوريا أو هيجي. هو بس هو مثلا إذا تضيفوا مثلا عراق ليم. عراق ليم عراقيا. يعني اي أني نعم. من العراق. من العراق. أي أي الليم هي إنه الشخص. بس من تقول مثلا بس عراق، راح تقولون كلمة العراق، نعم. ما بس يعني بس تلفظون العراق. بس عراق ليم إنه أني عراقية. اني عراقية. أي. أو مثلا تريدون تدورون على شيء، مثلا تقولون اسم الشيء أريورم. أريورم إنه جاي أدور له. أريورم نعم. مثلا من تضيعون شيء. أه شنو بعد، مثلا شنو يعني مثلا ها إيش قد مثلا تريدون تسألون عن سعر نكهدار. نكذا. نكهدار لو نكهدار فيته إيش قد السعر. نعم. وأكثر. ومثلا هاي حتى بالمدرسة ياخذوها شلون الفردي والزوجي، أو يعني شلون أشرحها. بان أني، نعم. سان انتي، سيس هم انتو، onlar هم. الله هم. onlar هم ben, sen, siz, onlar او. sizler, into. Sizler into. و o هو. 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 أي.
هي هاي يسموها في كل شخص يعني القواعد الأساسية لكل شخص. أي هسه مثلا برا دائما أكثر أسئلة يقولوها، أكثر أسئلة سامعت مثلا يسألون أول شيء الاسم، بعدين من وين أنت، وبعدين مثلا وين عايش، العمر أو من يعني من وين، يعني ولو هي لا من وين أنت أول شيء قلتي، ثاني شيء يعني كان العمر. طبعا يسألون على الوظيفة، وقسم والله قسم يسألون على المرتب. يعني هم يقولون هاي الأشياء أصلا عيب يسألوها المفروض للعمر ولا المعاش، الراتب المرتب، هاي اللي يسألون عليها. أنا اللي عرفته إنه هاي الأشياء اللي هم أتراك ما يسألون عليها وما يحبون أحد يسألهم عنها. هم دائما هيك مثلا للمرية ما يسألوها عن عمرها، عندهم هنا هيك قاعدة، للمرية ما يسألوها عن عمرها، والزلمة ما يسألوا عن معاش. نعم. مثلا همين وين من يسألون وين عايش ناردي يشوسون، بس هي هم يقولوها شوية بالنهاية شوية يثقلوها ناردي يشورسون. هم بس هاي ما بهي مشقفة هيك، يعني مو مثل مشقة تسوي الكلمة حيل ثقيلة. ناردي يشورسون، أو إذا هم ناردي يشورسونوز سونوس إذا أكثر من شخص ويسألوهم ناردي يشورسونوز. شنو بعد؟ مثلا إذا واحد يريد يحجز على الدكتور هو يسأل. مثلا من واحد يريد يحجز على الدكتور، من يريدون يسوون قيد، يعني يريدون يسجلون، يقولون اسم الدكتور، و يقولون عدن هذا أريد أسوي شو اسمه عنده، يسموها حجز عنده، حجز ben bu doktora ben kayıt yapmak istiyorum. Hay الكلمة البسيطة. أو ben randevu almak istiyorum. يعني لو كيت لو راندوي أنت يعني هي اثنين كلمتين، لو راندوي لو كيت. نعم. هاي وبعد إذا هم يريدون سؤال عندهم واحنا بعدنا ليه السنة ترى كل شيء واعي، كل الساعة لي قدام بعد كليتها 3 ساعة مشى من الوقت. احنا المفروض يعني احنا اشياء يعني ما عدا السلام والكلام، يعني مثلا اكو كثير مواضيع احنا الناس تجابهها يظلون ما يعرفون شي يجاوبون، يعني بالسوق يروحون مثلا يراجعون دوائر بالنسبة يسجلون أولادهم بالمدارس، أو مثلا يفتحون فواتير. يعني هاي الأمور اللي نحتاجها ويحتاجوها الناس، يعني يعرفون شي يقولون وشي يحجون. خلينا كل شي حلقة. يعني هو مثلا لو كل بث يكون عن موضوع أنا عبنها أول بث، فلهذا يعني ما أعرف إنه هم شي يريدون، فلهذا قلت أنوع، يعني أنوع قلت. أي ماكو مشكلة إحنا يعني عادي. هو همين أنا قلت يعني إذا يصير كل بث عن موضوع، يعني عن مثلا هذا البث عن نروح على المستشفى، البث الثاني عن الفواتير ماكو مشكلة. بس بدي أحكي إنه كأنه جيران جمع وواحدة حكت لي تبديل. هسه مثلا عندهم الاتراك دائما من أحد يجي مثلا يجي جديد، دائما يجون زيارة. فمن أول شي راح يسألون من وين أنتو نريليسينس، بعدين راح يسألون كم نفر بالبيت، كاش كيشي سنس، كاش كيشي. بعدين راح يسألون مثلا شقد تنطون إيجار، ne kadar kira veriyorsunuz, ne kadar kira veriyorsunuz. بعدين همين
مثلا iyi akşamlar Leyla Saide. نعم İyi geceler. İyi akşamlar مساء الخير وإي geceler Leyla Saide. تصبحون على خير. Evet, تصبحوا على خير. مثلا يعني جيران مثلا aidat veriyor musunuz? Tonton aidat. Veriyor musunuz؟ مثلا تنطون. veriyorsun تنطين. هم هنا أنا ما عندهم مؤنث ومذكر يعني اثنيناتها نفس الكلمة. نعم أي. ما عندهم، لا ما عندهم مذكر ومؤنث مثلنا يعني بالكلمة والقواعد، لا هي نفسها. بعد يعني يلا هو احنا اذا نطلب من المفروض من المتابعين هم ينطونا فد اسئلة حتى نعرف شنو اللي نعطي يعني على قولتهم الإجابة الصحيحة. بنات بلي شو اسمه سمايلات والهاي شو يسموها، لأنه يقطع البث عيني. يعني هم إذا عندهم سؤال إنه مثلا شلون نروح نسوي هذا الشيء، شلون نقول هيك شيء، إذا عندهم سؤال يا حتى ريت يعني تسألون شنو الأسئلة اللي تودوها. يمكن أنتي ما مسوية عام الصفحة مالتك نو؟ هاي مو صفحتي، صفحة أمي. اي ومو لأنه تليفوني. اي لا، لأنه المفروض يكون يعني مشاركة حتى نشارك الصفحة. ماكو بمشاركة لأن أنتي الصفحة مالتك مو عامة. يعني ما أعرف إذا نسويتها خاص. إذا هاي هم نسويها عامة، يعني هاي مو اي صفحتي، اي فهذا أعرف، ما قلتي لي صفحة الوالدة. يعني البث هو بالجروب، يعني ما تكون هسه بشرح إذا واحد يريد يروح على مكان يسأل يا باص مثلا يروح على هذا مثلا هسه إذا حد عنده سؤال عن دائرة أو عن موضوع يعني عادي خلي يسأل. اي نعم. شلون إذا يريدون يسألون على الباص يا باص يروح على هذا. الباص من يصعدون من ينزلون يعني همينة. اي مثلا هسه من تروحون على مكان أكثر شيء هاي مثلا يقولون اسم المكان hangisi bu yere يعني هذا المكان gidiyor يروح. نعم hangisi yahu bu yere هذا المكان bu yere gidiyor يروح. أول شيء تجيبون مثلا أول شيء تقولون اسم المكان اللي تريدون تروحون عليه. بعدين مثلا çarşıya hangisi gidiyor. نعم Sen إذا باص hangi otobüs çarşıya gidiyor. مثلا من يريد ينزل من الباص مثلا يقدر يقول burada inebilir miyim. ممكن أنزل هنا مثلا. burada inebilir miyim. إنجك var موجود أحد يريد ينزل. ايه هو يسأل السائق إذا أكو أحد يريد ينزل يقول له يعني ايه موجود فار. واكو بالموقف إذا ينزل موقف، لأن ما ينزلون ما يوقفون إلا بالموقف يقولهم دوراكتا. هو durakta inebilir miyim? ممكن أنزل بالموقف. durakta هو الدراك. inebilir miyim? ممكن أنزل بالدراك. çarşamba الأربعاء. اي çarşamba الأربعاء. çarşamba مثلا أكو بيوم يريدوا يروحوا على çarşamba pazar. يسألون يا سيارة تروح على çarşamba pazar.
hangi araba çarşamba pazarına gidiyor? Hangi araba أي سيارة çarşamba pazarına سوق الأربعاء gidiyor تروح. هما كلماتهم شوية يعني مكوناتها تختلف بس هي ترجمتها بالعربي أي سيارة تروح على çarşamba pazar. على hangi الأربعاء. Evet. مثل إذا واحد يريد يسأل على المدرسة بالضبط. مثلا إذا تريدون تسألوا عن المدرسة مثلا مثلا اسم المدرسة تقولون مثلا أعرف ناتاسيا nerede yani when أو أعرف ناتاسيا okulu nerede يعني when مدرسة أعرف ناتاسيا. نعم. مثلا تريدون تستأجرون أحد بالمدرسة مثلا إذا ولد ben أني oğlumu ibni kaydını yaptıracağım. Ani arid esasla. Au oğlumu bu okulda yazdırmak istiyorum. Arid esasla بهاي المدرسة. يعني أكثر كلمة هي هاي يستخدموها إنه oğlumu yazdırmak istiyorum. أريد أسجل ابني بالمدرسة أو بنتي kızımı. نعم. عندك أم منتظر الحسيني تريد عليكم السلام، تريد تعلمين المصطلحات الطبية. مصطلحات الطبية. مصطلحات يعني على الأمراض، على مثلا يعني شنو الضغط، سكر، الراس، من واحد يوجع راسه، بطنه، يعني هاي المصطلحات اللي عندهم مثلا آلام يعني بالظهر هيجي. أي مثلا من تروحون على المستشفى مثلا مثلا مرات يسألوكم مثلا يسألوكم neresi ağrıyor شنو يوجعكم أو أي مكان يوجعكم مثلا راسي يوجعني başım ağrıyor هو هذا القسم başım baş وهذا القسم yüz يسموها. نعم. يوز عندها كلمة يوز عندها 3 معاني. يوز الوجه ويوز مية واليوز همين سباحة. نعم. مثلا من başım ağrıyor راسي يوجعني مثلا كولم الكول مثلا هاي لحد هنا منا لحد هنا هاي يسموها كول وهاي ال أو مثلا أحد يجي ياخد يعني ما يقدر يتنفس حيل شلون بالعربي شلون نقولها بالعربي ها ضيق نفس az nefes alıyorum nefes alırken zorlanıyorum yani أخذ صعوبة بالنفس. نعم. nefeste zorlanıyorum. أو ظهري يوجعني sırtım ağrıyor. ağrıyor يوجعني بس أكو همين كلمة تشبهها ağrıyor يوجعني وأريور يبحث يبحث وهم عندهم معنات اللغة إنه أريور همين يدوق أو يتصل. نعم. هي عندها همين 3 معاني. أريور وأريور أريور هم عندها معناتين وأريور هم تشبهها يوجعني. مثلا النزلة النزلة هي نشلة. نعم. نشلة نزلة يقولوها نزلة. أو karın ağrısı مثلا وجع البطن
كرنارته، أو مثلا اسم الله سرطان كانسر، نعم أو مثلا شنو بقى مرة رجلين. ها هم مثلا إذا الرجلين توجعني أيام آريو. ها وإذا شو اسمه مثلا عندكم مكان مكسور، مثلا كولوم كرك، إيدي مكسورة، كولوم كرك مكسور. نعم تشاتلك يعني مفطور، مثلا إيدي مفطورة، نعم كولوم تشاتلك وكرك. الكرك هو عمل مكسور. بعد التسمم أكل شيء. التسمم زهرلانمة من تسمم. مثل زهيلان زهرلانمة. إيه. نعم. الأسنان تريد من عندك الأسنان عن الحشوة الجذر والقلع والحشوة الاعتيادية، يعني همينة شو يقولون يعني لما يروحون لدكتورة أسنان؟ مثلا إذا عندكم وجع بالسنون دشم آريور، أو إذا عندكم تريدون شلعون سن diş çıkartmak istiyorum. Yani أريد إنه أشلع سن. أو مثلا إذا تريدون تحشوا doldurmak istiyorum. doldurmak no هم عندهم همين تحشي وهمين تترسي، يعني هيك عندهم معنى. doldurmak istiyorum. أو إذا تريدين تسوي بس تريدين تقول لهم yaptırmak istiyorum. نعم. هاي. تقول لك الكيك تجي مكسور وتجي 40. الكيك معليش أنا 40. قول يا بنت انتي مو أني. نسيت. بعد أكو سؤال يعني. أكيد أكو سؤال، بس تعرفين هما يعني شي بعد جديد عليهم، يحتاج لهم وقت على ما يتذكرون شنو يتذكرون شنو المعلومات اللي يريدون يعرفوها. احنا ان شاء الله يعني يحتاج انه ان يبعثون لنا الكلمات حتى تنطيهم اياه، يعني مثلا نسأل يقولون الكلمة وتقولي لهم اياه بالتركي. هو أني هم جيت يعني يسألون كلمات وأني أقوم شلون لفظها مثلا مثلا هو أختي احنا مرات. شنو، احنا عندنا كثير كلمات، يعني مثلا اني هواية كلمات اعرفها، بس هي كربط الكلمة مثلا يعني هي هاي الكلمات إذا تجين تردين تسويها كلمة ما حد يعني مو هو يعني كثير ناس تعرف لها. أنا من أدخل مثلا أي أسواق أعطيهم بس رأس الكلمة هم زين هم يعني يعرفون. هم أني هم قلت يعني إذا أكو ينطون كلمات يعني هم أشرح لهم لفظها الصحيح ومن أشرح لهم معناها. نعم أو أكثر كلمات عندها يعني أكثر كلمات عندهم أكثر من مرة، أكثر من معنى. أكثر من معنى. نعم أكيد، يعني مثلا هو إحنا يعني حتى عندنا بالعربي كثير كلمات لها أكثر من معنى، فهم أكيد بالتركي هم نفس الشكل. يقولوا لك خلي كل بث خلي يكون بموضوع محدد يعني حتى يصير. هو أني هم قلت مثلا هو أنتي قلتي بهالشكل. هو يعني أي اليوم باعي لين هسه يعني هم هذا يردون إنه نربط الكلمة، يعني مثلا شلون بالله، يعني أريد قلم، أبسط شيء أريد قلم، أريد دفتر، هاي بسيطة، هاي يعني كلام استيورم يعني هاي اللي أبسط شيء. هم أكثر الكلمات يعني هم يعني كلماتهم ممزوجة، مثلا عندهم كلمات عربية، عندهم كلمات
مثلا إنجليزية همين نفس الشيء، يعني صحيح. كلماتهم يعني مرتبطة بكوما لغات. مثلا نعم. مرهم همين بالعربي. مثلا شنو أكو مثلا باردة، بس احنا نقولها بالباء، هم يقولون بالباء، باردة صحيح، أي وباردة. الباردة هم يقولوها بغير. هو يعني إذا حيل يغيرون يعني، بس أكثر الكلمات بس يغيرونش كم حرف. أي نعم. يعني احنا هسه بالمدرسة من ناخذ درس عربي، احنا ويا الأتراك من ناخذ درس عربي، يعني أكثر الكلمات يعني بس يغيرونش كم حرف. نعم. إذا أحد عنده طالب وعنده درس عن استخدامه. ها همين شو اسمه، إذا أحد عنده طالب همين أني جاي أشرح مثلا على قناتي، من أشرح تركي ومن أشرح عربي. مثلا لحد الآن صوت بس فيديو واحد عربي، لأنه ما عندي متابعين عرب، فلهذا وقت بس شرحت تركي. بس إذا أحد يعني عنده طلاب عرب وما يفتهون، عادي أنا أشرح لهم إياه. مثلا يدزوا لي موضوع وأنا أشرح لهم الموضوع. نعم. هاي. هو احنا اني هسه المفروض خليت رابط يعني القناة مالتك هسه همين حرد انزله هنايا. ماشي. اي نعم. خلي اثبت التعليق. ثبت التعليق الرابط مال قناتك. مثلا هم سؤال مثلا إذا أحد بس ابنه بس يبكي وما يعرف إيش بيه، مثلا يروح على المستشفى، أكيد راح يقولهم إيش بيه هو، بس ما يعرف إنه إيش بيه. يقولهم مثلا إذا بس يبكي يقولهم sadece ağlıyor، بس يبكي، sadece بس، نعم. ويبكي ağlıyor، sadece ağlıyor. نعم. ومثلا ما ياكل yemek yemiyor. yemek هو أكل، نعم. yemiyor ما ياكل. نعم. أي. مثلا إنه يقح، يعني بس يقح، مثلا من sadece öksürüyor. Öksürmek قحة، sadece hemen بس sadece öksürüyor. نعم. أي. الأرقام أكو ناس مثلا لحد هسه ما تعرف للأرقام، يا ريت تعدديهن. هو همن قلت خلي مرة همن شو اسمه همن خليها أقول لهم غير أرقام، مرة. يعني يريدوها هسه تمام. عادي أقولها هسه، يريدوها بغير بث عادي هم أقول يعني بغير مرة. لا عادي عادي، مو مشكلة، على راحتك انتي اللي دا تشوفيه يعني سويه، يعني انتي المعلمة واحنا دا نسمع لك. يعني خلي بين ما يجينا سؤال قلت خل أعددهن، وإذا شو اسمه يعني إذا هم يريدون شي هم نشرح لهم إياه عادي. فهسه راح أعد مثلا لحد 10، يعني لحد 10 لحد البسيط، أو أعد 10 20 هيجي. عادي ماكو بس إشكال. هو انتي عددي أول مرة لل10 وبعدين عددي من 10 لل100 مبدئيا ماشي. هسه، حتى يعرفون مثلا الأرقام اللي جديد جاي وما يعرف للأرقام. أي هسه هو أول شي بير 1، 2 2، نعم. 3. هاي الأ يعني بيها مثلا أكثر العرب ما يقدرون يلفظوها عدل، يقولون أوش، يقول مثلا أوش، لو حل يمطوها هي أوش، بها الأو أبو النقطتين، فلهذا يصير لفظها شوي صعب.
هي 3 نعم. ديرت. اكو بيهم هم يقولون اكو بيهم هم يلفظون الديرت غلط. هي ديرت وبيش اسهل شيء اكثر العالم يقولوها بيش. بس هي اللي الت احنا عندنا بيش يعني هي لانه متداولة عندنا فصارت كل سهلة عندنا البش. الت يد. يدي. هاي هم شوية اكو بهم اللفظ مالته يصعبون بها. هي يدي. يد صحيح. تكيس دوكوس دوكوس اون. اون. ها هسه بعد عندي الارقام 20 30 40 حتى وراها ناخذ الاوزان همين. مثلا يرمي 20 أطس 30 كرك 40 اللي 50 أطمش 60 ويتمش 70. هاي دائما يخربطون بيها. صحيح والله أنا كثير نوبات يعني أخربط بيناتن. هو الأطمش واليتمش يخربطون بيها. بس نعم. هي الأطمش 60 واليتمش 70. 70 سكسان 80 روكسان 90 100. عندنا الأوزان الكيلو والنص والربع. الكيلو هم نفسه كيلو. والنص يرم. النص يرم. والربع شيرك. نعم. مثلا من يقولون الساعة مثلا من يقولون مثلا بالثنتين ونص 2,5. أو إذا مثلا 12 و10 مثلا 12 geçiyor. يعني بال12 و10. نعم. بس هي مو عندهم وقت من المساء يبدي. ما أعرف شلون يقولوا هاني ناسيتها يعني. بس يعني مثلا احنا نقول ب7:30 8:30 مساء غير شكل هم يقولوها. يقولوا مثلا مثلا أكشام. مو أكشام لا. احنا بعد بالمعهد علمونا عليها بس والله يا راد اطلع على الكتاب وإن شاء الله همينة. يعني من أكو çeyrek kala مثلا إلا ربع. çeyrek geçe. نعم. هيجي. هاي واحد هو أصلا تركي يمكن قاعد يكتب لنا الأوقات 8:30. هو لا دي ساهمين سن. اسمه دي ساهمين سن إذا معلمة. اكتوي يالا ما أعرف اسمه شلون. ها هو دي ساهمين دي سعد من جاي أحسن تسألني إذا أنت معلمة جاي تعلمين هنا. اي هو دا يسأل أدري بيه. اي أعرف هذا هو تركي شنو. اي بعد يعني اعطونا أفكار يا بنات شنو اللي تسألون على الأقل قولوا لنا اكتبوا لنا. بان تركشة. Ben Türkçe biliyorum. ها Ben Türk'üm. Arapça biliyorum. يعني يعرف عربي. هو تركي ويعرف عربي. اي تركي يعرف عربي. دا يسألوك شلون تعلمتي تركي. ثاني رحت كوما معاهد بس ما تعلمت أي شيء منهن. لحالي رحت. بس أني كانت عندي صديقة
أمها روسية، بس يعني هي تركية، بس أمها روسية. يعني إحنا دائما نحكي، أول شي حكينا بالإشارة، كل شي ما نفتهم. كل شي ما نفتهم. كنا وقتها هيك نحكي بالإشارة. بعدين شوية شوية هيك قمنا نحكي يعني عادي، يعني بدون ما ألاحظ على نفسي أنا هم قمت أحكي وياها بالتركي. يقول لك أملاك، هو صاحب أملاك، وشنو باليوم عربي شو يريد يريد يتعلم عربي؟ لا، يقول أنا أعرف عربي. دا أقول شنو آه. شلون لأنه دا يكتب هو بما معنى دا يعرف هو إحنا إيش دا نحكي. إحنا بالمدرسة مثلا هم عندي معلمة عربية، بس أكثر الكلمات تقولها غلط، لفظها غلط. مو عربي، تعلم عربي. هي تعلم عربي، لفظها غلط. يعني مثلا المشهد وقتها قالت إنه المشهد تقول إنه هو شلون ديكور، مع إنه أني هم جاوبتها قلت لها يعني هيجي، بس يعني هم قالت اي باعي يقترحون عليك، يقول لك يومية. هو احنا عندنا بس يومين ترى بالاسبوع، السبت والاحد، احنا يعني قلنا نستغل لان هي نور طالبة فتدرس يعني. فقلنا احنا نستغل السبت والاحد لانه هو حظر تجوال، وليش نضيعه؟ على الاقل تستفادون ان شاء الله انتم من البث. فحتى يوم يعني باكر شوف شنو بعد يعني تريد تعطي الأحرف كيف تنطق. يعني هم إذا أكو موضوع يريدون يتعلموه باشر، يعني هو على هذا الموضوع. اي دا يسوي دعاية للمكتب مالته. تقول هذا تركي دا يريد يأجر شقق عنده للعرب. هو احنا يعني هذا البث يعني الناس يعني تستفاد شكو بيها، ما احنا ما حاكرين البث انه بس ناس معينة تستفاد، لا بالعكس الكل تستفاد. اللي عنده معهد يدرس يجي يعلن عنه، اللي عنده شقق يأجرها. ناس دا تسأل على كثير على شقق، ويسألون شلون هالمعيشة بتركيا همينة. فاحنا البث ما حيقتصر بس درس، يعني حيكون فماكو مشكلة يعني. ويا ريت تشاركون يعني المنشور، حتى يعني المرة الجاية الناس تجينا بعد أكثر، لأن احنا هسه عدد المشاهدين قليل، يعني المتابعين للبث كلش قليل. فاحنا يعني لما تشاركون المنشور حيرتفع المشاهدات، لأن احنا مجموعتنا عامة، مو مجموعة خاصة ولا محدديها يعني. فلما نسوي البث حيكون عام، يعني تقدرون تشاركوا بأكثر من جروب، الجروبات اللي هي يعني بتركيا بسكاريا، أو حتى يعني تركيا عامة. إن شاء الله الناس يعني تستفاد أكثر. وما عداها أنه ممكن نسوي غير بث، يعني مو بس شغلات دروس. وينها شو اسمه يابا يريدون شقة، شوف لهم شقة ما دام عندك شقق للإيجار. زين عيني نور. أكو شقة هنا بمجمعنا. وانتوا وين ساكنين ليش؟ بدركنت. وين؟ بكروجوك بدركنت. كروجوك. أي. باعي. والله ما أعرف إذا هي البنت تريد بكروجوك. هو هنا يعني هنا مكان ساكن، أي نعم. يعني مكان هادئ، مو مثل التشاش، يعني هوسة وهاي هادئ. وهمين يعني هنا بالتشاش مثلا من اكو يساك، يعني ماكو انسان تطلع هنا، يعني يجي مثلا يقدرون يطلعون يتمشون بالحديقة ياخذون هواء، لان هنا هم من حدائق حلوة. أي نعم. أي.
والله هي يعني بعد كيفهم، يعني كيف اللي يريد. هي والله الكراجوك يقولون كلش حلوة هي هنا المجمعات والهاي كلها جديدة أي نعم. ويعني حلوة. هم من يصير زلزال لها يعني أثبت شيء هي هنا يعني كلها بنايات جديدة. نعم. الله كريم. هو بعد يعني ماكو إشكال إنه اللي يريد شقة، اللي يريد أي شيء، يعني مثلا يتعلم اللغة، ماكو إشكال. ينشر مثلا على شنو اللي عنده محل، فيستغلون البث. ما عندنا مانع، احنا من حنقول لهم ليش تنشرون، واحنا هذا البث حاليا للدرس، لا ماكو إشكال. هو البث يعني للمنفعة العامة. بالنسبة مثلا الأخوة شنو اللي يقولون، الأم والأب، إحنا هاي كلها نعرفها، بابا ماما نانا، يعني هاي مثلا هاي الأشياء. الأصدقاء، يعني إنه أكو ناس جدد جايين ما يعرفون. يعني إذا عن فرد العائلة، شرح عن فرد العائلة، هي أنا أم، نعم. بابا، أب، كارديش. هم يقولون الكارديش لو للأخ، يعني للأخوة كلهم، لو يقولون للأخ الأصغر. نعم. ومثلا الآبي الأخ الكبير، أبلة الأخت الكبيرة. مثلا نعم. هنا بتركيا مثلا يعني أكثرهم يعني كلهم ما يقولون بالاسم. مثلا إذا واحد أكبر منيش ما يقولون بالاسم، لو أبلة لو آبي. طبعا إيه إيش يعني؟ صحيح. عاشت ايدك رنا. شكرا والله لجهودك انتي همينة، ما شاء الله جهودكم انتم كلكم. يا ريت تشاركون المنشور. والله نشوف لكم ان شاء الله شقة بسودوفان. يعني مو كثير ما شاء الله موجودين دلالين بالجروب. هسه يجون يقولوا لكم ايه موجودة شقق. بس ينفتح الحظر التجوال. لا تسوون لايكات لأنه يقطع البث. هو احنا عددنا قليل. بعد شنو بالله، يلا هو ما بقى شي، بعد 5 دقائق ونختم البث احنا. يعني هاي هسه ساعة مقدما، يعني ما نريد نثقل عليك انتي همينة. لا هو أنا عبان يعني أول بث، فما أعرف إنه هم شي يريدون بالتحديد، فهذا حاولت أنوع يعني. اي صحيح. مو هو احنا يعني بكل الاحوال احنا هسه يعني نشوف هل يعجبهم هذا البث، هل يردون شنو اللي يردوه، حتى يكتبون لنا. احنا هسه البث حيكون ان شاء الله يبقى ما نمسحه، فحتى نشوف شنو اللي تردوه اكتبوا لنا اياه، وان شاء الله باكر حتى تشوف نور شنو اللي تكتب لكم اياه وشنو اللي يتنزله. لا يعني إذا هم يعني عندهم يريدون موضوع أو هاي، عادي أشرح لهم إياه. هم أنا أسوي بحث يعني مثلا عن هذا الموضوع، شنو أكثر أسئلة هو موجود، شنو أكثر. اني هو اللي دا اقوله انه يعني هسه احنا البث حيكون موجود باقي، ويكتبون لنا شنو المعلومات اللي يردوها، حتى انتي همين تتابعيهم، وإن شاء الله تسوين باكر فد معلومات كافية بهالموضوع، حتى من تجين ما ننتظر إنه ها شنو تردون ما أعرف إيش، لا نبلش رأسا إنه هذا يعني الجواب رأسا إلهم.
على أسئلتهم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، مشكورة، وسلامي للوالدة والعائلة كليتهم، ومشكورين كليتكم. ولو إحنا بعد إجونا جماعة ما صار يعني المفروض إحنا بعد نبقى، لأنه بلش العدد يزيد. هذا واحد يقول مساء الخير. أي يا ابن خالتي. هلا بكر. أي، فكيفش تدين تكملين لو تدين ترحين كيفش؟ لا إذا يعني زاد العدد عادي، يعني ما عندي شيء يعني. أي لا والله بلش العدد يزيد، لا حرامات نقطع البث يعني لما بلش العدد وصل 48. هو ما عندي مشكلة، يعني ما عندي شيء. فإذا أم محمد إن شاء الله نبقي البث. يعني شو نسوي؟ قولي لنا أفكارك إذا عندك أفكار. شنو اللي تدين تسأليه النور حتى تقول لك مساء الخير عازفة الأمل. أي همين البنات بلشوا يجون، يعني لا العدد يعني بلش يزيد حلو يعني. الحمد لله. يعني إذا عجبهم إن شاء الله هنكون دائما وياكم سبت وأحد. تقول لك رنا حرامات تقطعون البث لأنه العدد دا يزداد. لا باقين ما عندنا، بس انتوا اعطونا على الأقل أفكار. يعني مواضيع شنو اللي ود الرحمن موضوعنا اللغة. نور ابن خالتي يقول لك شايف فيديوهاتك على اليوتيوب، عاشت ايدك. شكرا، عفوا. أي شكرا. يعني هو أني يعني ما كان عندي متابعين عرب، فهذا أكثر شيء يعني رحت على جهة التركية، يعني ما شرحت بس فيديوهات عربي. أي أنا شفت الفيديوهات شفتها. والله عاشت إيدك نور. ما شو اسمه ود الرحمن. ماكو مشكلة، احنا بعدنا يعني ان شاء الله باقين. يعني احنا اللي عندنا نشوف العدد بتزايد ان شاء الله. احنا يعني غايتنا ننفعكم. صحيح أنا مو هالقد بالتركي، بس خطية نور هي اللي يعني اللي دا تعلمنا، ست نور. هاي فيعني شنو اللي تردوه حتى تقول لكم يعني أي كلمة بالتركي. أهلا بيك روبي. شنو بعد؟ انطونا يعني إذا عندهم أي سؤال أجاوب عادي. انطونا أسئلتكم، ابعثوا أسئلتكم شنو اللي تردون تسألوه. إذا مثلا بهارات مثلا شنو يعني شنو الداسين أنا يمكن قريته اسمه باتشا، ما أدري شو اسمه، ما أتذكر شو اسمه. باتشا مو أي صحيح. باتشا. هاي اي تحكي تركي. هي يعني جاية دا تعلمنا تركي. دا تسأل صديقتي، تقول صديقتي تعرف تركي. هي طالبة. نعم. هو أنا صار لي 5 سنين أدرس بتركيا، هسه أنا صف ثامن. فلهذا يعني إذا عندكم أي سؤال أقدر أجاوب. تقول لك شلون نسأل عن الأسعار، كيف نسأل شنو يعني؟ مثلا عن الأسعار، عن يعني مثلا إذا سعر
أي حاجة مثلا بضاعة، تقول لك يعني شلون نسأل عليها بالتركي. أو مثلا رادوا يشترون شقة أو رادوا يأجرون، شافوا قطعة مكتوب عليها هاي للإيجار أو للبيع. مثلا إذا شقة للإيجار وجاي يحكوا ويا صاحبها، يعني يقولوا مثلا بان bu daireyi أني هاي الشقة kiralamak istiyorum. أريد أأجر. مثلا إذا هي للإيجار، مثلا ben أني bu daireyi هاي الشقة kiralamak أأجرها istiyorum. أريد أأجرها. كرا إيجار. kiralık إيجار. كراlık إيجار. وإذا للبيع satılık. ساتلك. نعم. عندك سيف يقول سوي محادثة كيف تسألين على الأسعار بالمحلات هيك شي. مثلا عندي هذا المقص أريد أسأل عن سعره. bu ne kadar. إذا تريدوا جملة قصيرة bu ne kadar. لو bu makas ne kadar تقولون اسمه bu makas ne kadar. أو يعني أكثر مرات يعني جملة قصيرة bu ne kadar. يعني هذا إيش قد سعره. نعم. عندك أم محمد تقول لك ابنها بعمرك بس عنده مشكلة إنه من مادة التركية والسوسيال شلون سيطرتي بيها. السوسيال هو تاريخ، يعني السوسيال هم أنا مو حل زينة بيه، بس يعني أنا دائما هيك مثلا المحاضرات اللي آخذها كلهن أسوي لهن بحث، وعلى مود تبقى بعقلي يعني أشوف مثلا إذا عن حرب، يعني أكثر شيء عندهم عن حرب أو عن التاريخ أو هاي، أشوف فيديو عنها، فيديو شرح. مثلا عندنا أخذنا الحرب مال تشانكلة، شفت فيديو شفت القصة دائما أكيد على اليوتيوب موجودة، أشوف القصة مالتها على اليوتيوب وهيش دائما تبقى بعقلي. نعم. والتركية يعني درس التركية أني زينة. درس التركية هو عن الدين، الأمثال أو الشخص، يعني الأشخاص، مثلا الشخص الأول الشخص الثاني، يعني التركية حسب الموضوع اللي هم بيه. نعم. إذا موضوع هم شوي مخربطين بيه أقدر أشرح لهم إياه على اليوتيوب. شوفي شنو اللي يحتاجوه همينة انتي تقدرين تنزلين الفيديوهاتك على اليوتيوب. هو أنا هم قلت هيك. اي نعم. يعني هو إذا عندهم موضوع أني عادي يدزولي شنو الموضوع وأني أصوره وأنزله. أم محمد ادخلي على صفحة نور وابعثي لها شنو اللي ترديه حتى هي همينة تنزل لكم اياه بالقناة. عازفة الأمل تقولك إذا رحت على الكوافير وردت أسألهم أريد أميز شعري شلون أقول لها. إذا تريد تميز شعرها، يعني إذا يعني مثلا saçımı yaptırmak istiyorum. أريد أسوي شعري مثلا. أو إذا تريد تصبغ saçımı boyamak istiyorum. إذا تريد يعني تغير لونه، saçımı نعم. boyamak istiyorum. هم عادين راح يشوفوا هالألوان، هي عادين تختار يعني. نعم. اي نعم عندها قناة، نزلنا رابط القناة موجود عندكم مثبتة بالتعليقات. اي عندها روبي عندها قناة، هسه ان شاء الله اضيفها للمجموعة. عندك مطلوب رياضيات الصف السابع.
رياضيات هم عادي، هون أكثر فيديوهات هي بس على الرياضيات. اي يعني اللي شفته بس اكثر رياضيات. هو يعني أكثر شيء زينة بالرياضيات وبالتركة ما شاء الله ما شاء غير الله. العربي. اي ما شاء الله. يعني كم سنة صار لكم هنا؟ يعني صار لنا أكثر من 5 سنين. أنا أول ما جينا أول سنة ما درست، ما رحت على المدرسة. نعم. بس ورا سنة عادي سجلت بالمدرسة. هسه صف ثامن، هو لازم صف تاسع، هسه صف ثامن. م-م. يردون اسم يعني الأرقام بالتركي مع الصور والاسم الخضروات والفواكه. هاي هم يعني إذا يريدون يعني الاسم والهاي الكتابة عادي هم أنزل على اليوتيوب. إن شاء الله. إذا مو عاجب يعني أنزل على اليوتيوب إذا مو عاجب. لا هو احنا تردين تنزليها باكر إذا عندك. أو تردين هم إذا يعني أقدر أنشر صورتها على الفيس على صفحة أمي، أو يعني أقدر يعني هم باكر أشرحها. إن شاء الله. نور أم محمد الكعبي راسلتك عود على الخاص يعني حتى تكونين على بينة معرفة بيها. اللي إن سألتك شاء على الله. مود ابنها. ماشي. إن شاء الله. يلا عيني إذا أخاف ترجين التلحين نختم الدرس. ها نور. ها انقطع الصوت ما سمعت. لا بالله أقول لك ترجين نختم الدرس. يعني إذا ما عندهم سؤال ثاني عادي. والله ماكو يعني بعد ما حد سأل أي سؤال يعني ما أعرف يعني يردون شي يسألون لا ما أدري. إحنا هسه هاي اليوم تجربة تقول لك رنا تعطين دروس خصوصية للطلاب. يعني ولا حد الآن ما انطيت بس عادي يعني. تمام. يعني محتمل هم تتواصل وياك على الخاص. إن ماشي. شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي مشكورة. إن شاء الله ملتقانا باكر ونحاول إنه إن نشوف شنو بعد يعني أشياء أكثر فائدة يعني محاورة يعني تكون بأسلوب غير هالأسلوب إنه يعني حتى ما نكون صافنين يعني نكون مستمرين بالدرس. تعرفين شنو يعني ما ننتظرهم إنه هم شنو اللي يطلبوه حتى ننفذه. إحنا هم هسه حيطلبوه من خلال التعليقات. إحنا حنبقي البث واللي يردون شنو اللي حيكون الكلام باكر بإذن الله حتى أنتي تجهزي لهم إياه. حاضر. إن شاء إن الله. شاء الله. يلا عيني إلى اللقاء. اللقاء. مع شو السلامة. نقول إحنا من نهاية من نختم يعطيكم المفروض. ها إن شاء الله عجبتكم. إن شاء الله بقى مش نصدر يعني إن شاء الله عجبكم. إن شاء الله. ياك سمر ليلة سعيدة. ياك سمرة. إلى اللقاء. قولوا لا 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 بس انتبهي لا تحذفيه. سوي له حفظ ومشاركة. ماشي.